تشهد محافظة الإسكندرية نوة الكرم 2024 والتي تهوب في أواخر شهر يناير من كل عام، وهي من النواة الغزيرة من حيث تساقط الأمطار، كما يصاحبها انخفاض بدرجات الحرارة على جميع أنحاء المدينة، حيث قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتشديد على جميع الأجهزة المختصة بالمحافظة للتعامل مع تداعيات النوة التي تتعرض لها المدينة، كما تم رفع درجة الاستعداد خلال التقلبات الجوية وهطول الأمطار الذي تشهدها المحافظة منذ الأمس، كما تم نشر سيارات الصرف الصحي في المناطق التي تعتبر بؤرا ساخنة لتراكم المياه خلال نوة الكرم التي تشهدها المدينة، ومن المتوقع تساقط أمطار متفاوتة الشدة اليوم على الإسكندرية، استمرار هطول الأمطار الغزيرة حيث تعرضت محافظة الإسكندرية بالأمس لهطول أمطار متفاوتة الشدة على فترات من اليوم، ومن المتوقع استمرار تساقط الأمطار اليوم الخميس على عروس البحر الأبيض المتوسط، كما تنخفض درجات الحرارة على المدينة والتي تسجل 12 درجة خلال ساعات الليل، كما تكون الرياح نشطة على فترات من اليوم والتي تتسبب في زيادة الشعور بالأجواء الباردة، يسود خلال ساعات النهار طقس مائل للبرودة على الإسكندرية، وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة 18 درجة، بينما يسود ليلا طقس شديد البرودة وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 12 درجة.